أهلا بكم. نقدم لكم اليوم وصفة كفتة الدجاج المشوية، نتمنى أن تنال إعجابكم. معنا كيلو من صدور الدجاج المفروم، ونضيف بصلة مبشورة وفلفلة حمراء مبشورة بعد تصفية الماء منهم، مع ربع كوب بقدونس مفروم ونصف كوب بقسماط. وهنضيف التوابل: معلقة صغيرة من الكمون ومن البابريكا ومن الكزبرة ومن الملح ونص معلقة من الفلفل الأسود. نضيف بيضة ونصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ونعجن الخليط جيداً، ونضيف ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، ونكمل عجن الكفتة حتى يصبح الخليط متماسكاً، ثم توضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة. وبعد نصف ساعة نبدأ بتشكيل أصابع الكفتة ونرصها بهذا الشكل. نغلف حوض الفرن بورق الألومنيوم، ثم نضع عليه الشبكة ونرص أصابع الكفتة عليه، وندخله في الفرن من أسفل لمدة 10 دقائق. وبعد 10 دقايق نخرج الكفتة من الفرن وندهنها بخليط ماء البصل والفلفل، مع معلقة من زيت الزيتون، ومعلقة من الصلصة، ومعلقة من الكاتشب، ومعلقة من عصير الليمون، ومعلقة صغيرة من البابريكا، بعد خلطهم جيداً. ثم نعيدها إلى الفرن مرة أخرى. وبعد 10 دقائق نخرج الكفتة من الفرن ونقلبها على الوجه الآخر، وندهنها بالخليط، وندخلها إلى الفرن مرة أخرى مع إشعال الشواية. وبعد 10 دقائق تكون جاهزة. نخرجها من الفرن ونرصها على صينية التقديم. الآن صينية الكفتة جاهزة للتقديم. شهية طيبة.